السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غنحضر معكم خبيزات صغار بالزرارع وبالبلبوله. كيجيو رائعين. غادي نحتاج فيهم كميه من الفرينه اللي كتكون منخوله او مغربله. يمكن لكم تعوضوها بالدقيق الابيض، لكن راه كتبقى صحيه على الدقيق الابيض. نفس الكميه ديال الفرينه غنستعملها دقيق القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو. هادو كيكونوا نفس الكميه. بالنسبه للشعير فغادي نستعمل كميه اقل من هاد المكونات الاولى. والشعير حتى هو كيكون هكا مغربل ومطحون مزيان. وبالنسبه للخميره فغادي نستعمل ملعقه كبيره ونصف على حسب الجو بارد. الا كان الصيف راه غادي نستعملوا كميه اقل من الخميره. وغادي نحتاج كذلك ملعقه من سكر سنيده. والملح كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب المكونات شحال استعملته. غادي ناخذ هذا الاناء ديال الخلاط الكهربائي اولا ديال العجانه. نوضع فيه المكونات، فانا غادي نعجنها غير في العجانه. نضيفهم كاملين ونضيف عليهم الملح. وبالنسبه للخميره والسنيده غادي ناخذ كميه من الماء الدافئ نديرو في شي كاس ونضيف عليه الخميره مع السكر، غير باش نسرع من التفاعل ديالهم. خصوصا الا كنتو كتستعملوا هاد الخميره حبيبات، فبعض المرات ما كتذوبش او ما كتفاعلش بسرعه. فلهذا حاولوا ديروا لها هاد الطريقه. اما الا كنتو كتستعملوا المعجونه فما تحتاجوش انكم ديروا لها هكذا، يعني راه دغيا كتذوب بالماء. فغادي نخليه حتى كيتفاعلوا هاد المكونات. من بعد ما اختمروا بهذا الشكل غادي نخلط ومباشره نضيفهم على باقي المكونات. والان غادي نضيف الكميه ديال الماء الدافئ اللي غنحتاج باش نخلط هذا العجين. بالنسبه لي انا واخا كنستعمل العجانه فراه كنخلط بيدي باش نعرف القياس، خصوصا ان القمح هاد المكونات ما كيحتاجوش كميه كبيره من الماء، فدغيا كنديروا غير كميه قليله كتبان فيهم. اما بالنسبه للفينو او الفورس فكنستعملوا كميه اكثر من الماء. غادي نبقى كنجمع في الخليط باليد حتى نشوف القوام اللي باغا نوصل ليه، وكنوضعها في العجانه وكنخليها تدلك جيدا. يمكن لكم تدلكوها غير باليد، لكن نظرا لضيق الوقت فغالبا كنعجن في العجانه. صافي غادي نخليها تعجن جيدا. وبالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يبقاو يدلكوا في العجينه وما عندهمش العجانه، فيمكن لكم غير تخلطوها جيدا وديروها في شي اناء وتغلقوا عليها وتخليوها حتى تختمر وتعاودوا تخرجوا منها الهواء اللي فيها وتعاودوا تاني تخمروها مره تانية. بالنسبه لي هذا القوام هو اللي بغيت نوصل ليه. يبقى شويه العجين مرخوف، فغادي نوضعه فوق سطح العمل ونشكلوا كويرات صغيورين. كيبقى الحجم على حسب الاختيار ديالكم، ولكن صغيورين كيجيو زوينين بزاف. فغادي نشكلهم كويرات ونرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا باقي المراحل. من بعد ما كملت الكميه ديال العجين فغادي ناخذ شي اناء نوضع فيه كميه من الماء من عادي، يعني ما دافي ما والو. وبالنسبه للزرارع فانا هنا عندي الشوفان، الزريعه اللي كنعرفوا ديال نوار الشمس، وكذلك البلبوله، الذره. مخلطين بزاف الانواع ديال الزرارع هنا، وبالاضافه لزريعه الكتان. هنا عندي البافون وكذلك البلبوله اللي كتكون متوسطه بوحدها، يعني باش ندير 3 انواع من الخبيزات. بالنسبه للبافون يمكن لكم تعوضوه بالسانوج، لان السانوج حتى هو كيجي زوين وكنحضر به هاد الانواع ديال الخبيزات. فغادي نغطس في الماء ونوضع مباشره الوجه ديال الكره ديال الخبز في هاد الزرارع. بالنسبه لهاد الدرارع راه كتلقاوهم جاهزين هكا مخلطين، اولا كتاخذوا كل حاجه بوحدها وكتبقاو تخلطوا داكشي اللي كتبغيو تاكلوا في الخبيزات. كذلك نوضعها في البافون. البافون حتى هو كيجي لذيذ. اللي ما توفرش ليه راه قلت لكم يمكن لكم تستعملوا الصانوج، حتى هو كيعطي نكهه مميزه. غادي نكمل هاد الكريات كاملين بنفس الطريقه. من الافضل ان العجين يكون مرخوف هكذا باش كيجيو ناجحين. من بعد ما كملت الكميه كامله وضعتهم في صينيه ديال الفرن، وبديت كنورك عليهم هكا كنضغط عليهم باليد، يعني بحال كنقرصهم غير شويه ماشي بزاف، وراه ما كيلتصقوش. انا وضعت هنا
صينيه ديال الفرن ورق الطبخ الا ما كانش متوفر لكم، فحاولوا انكم ديروا شويه الدقيق في الاسفل ديال كل كريه او كل خبيزه باش ما يلتصقوش لكم في الصينيه ديال الفرن. من بعد ما غادي نقرصهم، غادي نغطيهم ونخليهم يختمروا جيدا، عطيوهم الوقت الكافي باش يختمروا باش تحصلوا على نتيجه جيده. انا من بعد ما اختمروا كنكون شعلت الفرن في هذه الاثناء باش يسخن جيدا، وغادي نبدا كناخذ هذه الاداه وندير هاد التقطيعات في الخبز، كيعطيو جماليه وكذلك راه مهمين باش تحصلوا على نتيجه زوينه. كيبقى لكم تقطاع يعني اللي بغيتو ديروه ديروه. بالنسبه لي انا كاضافه ما توضعوش هاد الخبيزات ديال البافون اولا يعني هاد البافون بالضبط، لان موالفه كنستعمل السانوج. البافون كيطيب بسرعه وانا ما رديتش ليه البال، يعني كنشوف كعارفه القياس ديال الطياب بالنسبه للزرارع والبلبوله، لهذا وضعوه في صينيه بوحدو راه حتى هو كيجي لذيذ بزاف. ولا السانوج حتى هو لا درتوه راه مزيان، ولكن لا درتو البافون فطيبوه بوحدو باش ما يتحمرش لكم بزاف، لان شي خبيزات عندي تحمروا بزاف. شوفوا كيفاش كيجيو رائعين في المنظر وكذلك في المذاق، راه كيجي مميز وكذلك صحيين، خصوصا لا استعملتوا الخميره البلديه. فغنقطع معكم وحده باش تشوفوا النتيجه كيفاش كنحصلوا عليها. بالنسبه للناس اللي غادي يجربوهم يخليوا لي رايهم، راه كيجيو مميزين ورائعين. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه.